السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوة الفرماج اللي كلشي كيحماق عليها، اللي كتجي رائعة ولذيذة. واليوم ان شاء الله غنضيف عليها واحد المكون اللي كيخليها تجي اكثر من رائعة، بحال الحلوة اللي كناخذو في المغرب الكبار، بواحد المذاق اللي هو رائع، زادها اضافة اكثر من رائعة. تابعوا معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. ونبداو بسم الله على بركه الله. نحضروا العجين ديال هاد الحلوى. عندنا 250 غرام ديال الزبده سبيسيال. انا استعملت سبيسيال لانها هي اللي صدقات لي بها. ديجا جربتها بالمارغرين ما طلعتليش بحال سبيسيال، كتخليها هشيشه ورائعه. عندي 8 الحبات ديال الجبن مثلث، قبيصه ديال الملحه. والمكون اللي قلت لكم غنضيفو اللي هو اللوز. خديت 100 غرام ديال اللوز، مسحته مزيان، درت له الزيت، درته في الفران، خليته يتحمر وطحنته حتى ولا لي بحال بخاليني. وغنضيفو على باقي المكونات، وغنضيف 2 معالق ديال السكر كلاصي لانه كنغطسوها في الاخير في الشوكولا فويتين، كيزيد يكمل عليها الحلاوه. يعني ما تكثروش اكثر من 2 معالق ديال السكر كلاصي باش كتجيكم في الحلاوه هي هذيك، ما كتجيكمش حلوه بزاف. كنخلط الزبده مع الفرماج مزيان مزيان، كنخلطها ومع السكر كلاصي كذلك كنخلطها مزيان. وكنبقى نضيف هاد اللوز تدريجيا مزيان حتى كنخلط الخليط. ومن بعد كنضيف الدقيق تدريجيا. عندي هنايا 3 الكيسان ونص ديال العنبه ديال الطحين بالعبار اللي دخلت في هذا الخليط في هذه المكونات. من بعد ما كنجمع العجين كنقسمو هكا باش كنشكل حرابل صغار، كنشكل هكا حريبلات. وكناخذ هنايا شي حاجه باش غنعبر بها، باش غنقطع ان شاء الله القياس اللي غادي باش يجيونا قياس واحد. خديت انا هنايا هاد الكرتون هكا كيف كتشوفوا باش خديت القياس. وكنستف في الطاوه اللي جات انت بالزيت اولا درت لها ورق الزبده. والفران كيكون ديجا سخون، وكندخل الطاوه ديالنا كندخل وكنقاس على الفران، كنخليها طيب على خطره. ملي كطيب كتجيني على هذا الشكل، كتجيش محمره بزاف، فقط كتبدا تاخذ شكل ذهبي. كنخرجها من الفران. وهنا ديجا مذوبه الشوكولاته البيضاء، وعندي الفويتين كذلك كندوزها في الشوكولاته البيضاء. كنستعمل انا كالا نوعيه جيده، كنسوسها مزيان باش ما كتاخذليش كميه كثيره ديال الشوكولا. وكنديرها على الفويتين كندوزها، وكتجي على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه في المذاق. جربوها، راه سهله في التحضير ديالها، سهله جدا والمذاق رائع. وهاد الاضافه ديال اللوز اللي ضفت عليها اعطاتها مذاق رائع بزاف، احسن من الطريقه العاديه. هاد الطريقه والله الا غير جربوها غتعجبكم. كتجي بحال الحلوه اللي كناخذوا في لي باتيسري الكبار، يعني كتكون عندهم زايده في المذاق. وهذا هو السر، صراحه جات فنه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكيف قلت لكم راني حضرتها بالزبده سبيسيال، هي باش جات لذيذه وهشيشه اكثر من المارغرين. ولا بغيتو تزيدوا يعني الفاني في العجين ضيفوه، انا ما ضفتوش، خليت تاخذ المذاق ديال اللوز مع الفرماج وجات فنه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتحضروها وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. وشكرا على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم للقناه. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد في القناه. مع السلامه.